اكتر سؤال بتسأله كل يوم وانا قاعد في المعرض: ايه انسب موتوسيكل للشغل؟ ما بلاقيش غير اجابة واحدة، ولو عايز تعرف الاجابة دي اعمل سيف للفيديو، ولو عجبك الكلام اللي انا هقوله اعمل مشاركة ومتابعة للصفحة لو عايز توصلك كل جديد في القناة. اول حاجة الموتوسيكل التي في اس هو انسب موتوسيكل بلاقيه للشغل، لان هو بيديلك حاجة عن كل المنافسين بتوعه مش بيدوها لك. اول حاجة هي خدمة ما بعد البيع والضمان. ضمان الموتوسيكل التي في اس سنتين او 30,000 كيلو، فده يعتبر رقم كبير جدا على موتوسيكل، يعتبر زيك زي العربية، لان فعلا وكيل تي في اس في مصر هو عز العرب، وهو واحد من اكبر التوكيلات، زي واخد توكيلات زي مرسيدس وفيراري وموديلات تانية كتير قوي عمليه وقويه. الموتوسيكل ده بيجي لنا هندي بالكامل، يعني ما فيهوش اي خامه فيه محلي. موتوسيكل من الكاوتش لاخر مسمار فيه كلها هندي بالكامل من شركه تي في اس. ليه بقول ده افضل موتوسيكل للشغل؟ اول حاجه زي ما قلنا الضمان، وسنتين او 30,000 كيلو، في شرط ان انت لو جبت اي موتوسيكل تاني وطلع فيه اي مشكله انت يا معلم هتعملها على حسابك. لكن مع تي في اس لا يا باشا، هيجوا يروقوا عليك ويعملوا لك المشكله اللي هي مش هتحصل اصلا، لان شركه تي في اس ما بتطلعش اي موتوسيكل غير لما يكون المهندسين بتوعها مشيكين عليه بالكامل عشان يدوك الضمان اللي هو السنتين او 30,000 كيلو، مش خد وامشي كده على طول. حاجه مهمه جدا كمان ان الموتوسيكل ده بينزل لنا على كتينة. موتوسيكلات الكتينة طبعا عارفين انها بتبقى ناعمة جدا، تقدر تشتغل بيه ساعات طويلة جدا. بيجي بنظام حقن الوقود كربيراتير، والكربيراتير بتاعه مميز عن باقي الموتوسيكلات لان هو استهلاكه في البنزين حوالي من 45 ل 60 كيلو في اللتر، وده نسبة كبيرة جدا لباقي الموتوسيكلات. هو بيجي بحاجات بسيطة، اضاءات امامية وخلفية هالوجين، وبيديك فرامل امامية باكم وخلفية تيل، وبيجي منه نسخة تانية امامية تيل وخلفية تيل. الموتوسيكل ده بيجي يعتبر يعني للشغل جاهز على طول، هتدور وتمشي على طول. بيجي لك كمان بشاحن موبايل زي ما احنا شايفين، وحامل موبايل عشان ايه تشتغل عليه لو عايز تبدأ تشتغل ان درايف او اوبر او اي حاجة من الحاجات دي، فهو ده انسب موتوسيكل ليك. كمان الجنود بتاعته بتيجي تيوبلس النسخة الباكم. عندنا كمان حمالة حريمي عشان اللي راكب الخلفي يبقى قاعد مرتاح، الكرسي بتاعه شالته كبيرة زي ما احنا شايفين كده. فيعتبر ده من وجهة نظري الشخصية افضل موتوسيكل للشغل، لان انت عايز تشتغل عليه وفي نفس الوقت مش عايز حتى لو حصل عطل انت مش لسه هتدافع فلوس موتوسيكل جديد، مش حابب ان انت تروح لميكانيكي او تقعد تصلح. فضمان تي في اس اقوى ضمان موجود حاليا في مصر، ويعتبر برضو ان ده حتى لو من غير ضمان، فخامات الموتوسيكل التي في اس واحدة من اقوى الخامات اللي موجودة عن رأي شخصي. حد هيقول لي قطع غياره غاليه ومش موجوده؟ لا يا باشا، موجوده في التوكيل. توكيل تي في اس منزل موديلات معينه، مش منزل 50 نوع، لا، فمركز جدا 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 في قطع الغيار، وكل قطع غيارها موجوده عند التوكيل اصلي زي اللي راكبه في الموتوسيكل. يعني لو قطعه عاشت معاك سنتين، التانية هتعيش معاك سنتين زي اللي انت هتجيبها تاني. هتدفع مره قطعه غيار غاليه شويه بالنسبة لباقي المنافسين، لكن هتعيش معاك فترة طويلة جدا. لو انت استفدت من الفيديو ده اعمل متابعة للصفحة واعمل سيف للفيديو عشان يوصل لناس غيرك.